يا مساء السعادة والسكر الزيادة، بتعملي ايه يا ام مصطفى؟ بنضف الديب فريزر يا اخواتي. الديب فريزر بتاعي كان المفروض انضفه قبل رمضان، بس معرفش الوقت سرقني، الوقت دايما بيسرقني كده، مش عارفة ليه. بصوا الديب فريزر بتاعي اللي هو الصندوق، هقول لكم مميزات الصندوق وعيوبه. تمام. جوزي كلمني قال لي فضي الديب فريزر علشان جايب الحاجة بتاعت الشهر يعني وكده. كان في فتح الله وجاب لي يعني كام بطايه كده من هناك. فقلت بقى ايه انضف الديب فريزر، فببص لقيته مليان تلج يا اخواتي زي ما انتم شايفين كده، وحاجه ما يعلم بها الا ربنا. انا عارفه ان غلط ان انا اعمل بالسكينه، بس كنت مضطره فشلت الفيشه. عايزه اقول لكم ان الابيض ده الستيكر بتاع الديب فريزر، انا مش عارفه ده غلط ان انا اسيبه. جوزي بيقول لي سيبيه، هو مضايقك في ايه؟ بس انا بقول له اشيله عشان يبقى كله ستانلس في بعضه كده، يعني فاهمين. المهم عيوب الديب فريزر ده بقى انك بتحطي الحاجه يعني لازم تكركبي كده وتدوري علشان تجيبيها. تمام. مميزاته انه بياخد معاكي كميه كبيره قوي، احسن من الادراج، بيوفر في الكهرباء، حلو. انا بالنسبه لي كنت بحط تربو كده، هبقى اجيبه ان شاء الله في مره كده واحطه وانظم تاني زي الاول. بس المره دي بقى انا ما كانش عندي الديب فريزر، قصدي التربو، فايه مشيت الحال هنا بقى، وقعت التلج كله. جيت عشان اخد اعبي، معرفتش يعني، ما طولتش يعني وكده. فقلت لمصطفى تعالى ساعدني بقى كده يا مصطفى وشيل لي التلج. جبت الطبق اللي هو بيشيل بيه والبلاستيكه ديت، وبقيت اعبي فيها التلج علشان انضف كل حاجه فيه بقى بسرعه بسرعه قبل جوزي ما يجي من تحت. لان هو قال لي يا دوب شيلي اللي يعني فضي لي مكان بس انا جيت الصراحه افضي مكان، فلقيت المنظر، يعني المنظر زي ما انتم شايفين كده، مش عارفه اقول لكم ايه، بشع يعني. المنظر ما عجبنيش لان انا مش متعوده ان انا حاجتي تبقى كده. هو بس سهو مني. بصوا كده، شِلت كل حاجة، العيش لازق ومكان الطماطم لازق ومكان العصاير وكل حاجة، كل حاجة كانت لازقة. تمام. بصوا هنا بقى هاجيب ايه السترس إيه علشان ارش على الباب من هنا. انا اتفاجئت ان الباب لونه اسود، والله انا اتفاجئت. يعني انا ما خدتش بالي غير وانا برفع كده، قلت ايه المنظر ده. يعني هو الحمد لله يعني على كل حال. جبت بقى السترس كده ورشيت وما سبتهوش الصراحه، مش هقول لكم ان انا سبته ب10 دقايق ولا حاجه، لا انا ما سبتهوش، انا دعكت على طول علشان الحق انجز قبل هو ما يجي، لان الحاجه كان هيجيبها يعني ما تقعدش فكه من هناك من التلاجة بتاعت فتح الله وتيجي تفك تاني. فلا كنت حابه ان انا احط الحاجه بسرعه يعني. بصوا همسك بقى بالليفه وهدعك كل ده علشان اطلع. بصوا والله انا كنت لسه اصلا جايه من الجيم، ما كنتش لسه حتى غيرت، بس قلت قبل ما اغير بقى واكسل واقعد هنضف الديب فريزر بسرعه. بصوا ما شاء الله السترس ده بيطلع الحاجه بسرعه. اي حاجه متسخه يعني بيطلعها بسرعه. يعني كنت مفكرالي الدهون بس بتاعه البوتاجاز والحوائط والكلام من ده، طالعه اي حاجه شغال. ده اللي شغال معانا في اي حاجه ما شاء الله. بصوا بقى هجيب باقي الصابون وهكبه هنا في الاستانلس ده. هوريكم بقى طريقه، تابعوا معايا الفيديو للاخر، ازاي انا هشفط الميه دي كلها والديب فريزر في مكانه من غير ما اوديه الحمام، من غير ما ادوخ بيه زي كل مره. عايزه اقول لكم انا كنت بكره غسيل الديب فريزر ده قسما بالله، من كتر الميه اللي كانت بتبقى فيه وشايفين القعر بتاعه كده في تحت خالص، في حاجه بيضه اهي، دي اللي بتنزل الميه بتصفي الميه في الحمام. لا 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 لا، اتفرجوا بس معايا دلوقتي انا هعمل ايه، هتنبهروا. بصوا طبعا علشان نشيل الميه والتلج والبواقي الاكل والعيش من الديب فريزر ما عنديش غير هو حل واحد بس، لان انا كنت بعاني واشد الديب فريزر اوديه الحمام واعاني، كنت بعاني في الموضوع ده. تمام. المكنسه دي انا كنت عملت عليها قبل كده ريفيو تقريبا من سنه ونص في القناه، ونسيت اقول لكم ان هي زي ما بتشفط التراب وبتكنس بتشفط الميه كمان. بس ازاي بتشفط الميه دلوقتي هوريكم عملي. هي جت في بالي دلوقتي، انا اصلا مستعجله وانا بغسل الديب فريزر عشان جوزي كان جايب الخزين وكده، فقال لي فضي مكان في الديب فريزر، فانا كنت بفضي مكان وقلت، فلقيت الديب فريزر حالته متدهوره يعني. تعالي بقى اوريكم ازاي هشفط الميه بالمكنسه الكهرباء. تمام. بصوا احنا لسه كنا منضفينها قريب كمان على المنظر ده. هفضي الحاجه الوحشه اللي فيها ديت وهرجع لكم تاني. كده فضيت منها الحاجات التراب والكلام ده اللي كان فيه. مش هحط بقى ايه كيس الموتور، الكيس اللي بيتحط الاول، لا مش هحطه، هحط على طول المكنسه.
تاني اهو، ما حطيتش الكيس، البرميل على طول لان الميه هتيجي لتحت هنا. تمام. هقفل بقى الكليبسات بتاعتها كده، الكليبسات التانية بس كده. خلاص ركبنا الموتور. هنحط بقى المكنسه عادي، الخرطوم بتاعها كده، بس مش هحط بقى ايه الماسوره والكف، لا بالخرطوم ده كده. يلا بقى نشوف هنشفطه ازاي الحاجات اللي من الديب فريزر. ايوه زي ما شفتوا كده بالمكنسه الكهرباء، وهشفط كل الميه دي. انا بقى بكب ميه براحتي، عماله اكب براحتي واشطف. بصوا دي ازازه 2 لتر وكان قبلها ازازه لتر، بكب وبشطف براحتي ومش هاممني حاجه. ليه بقى يا عبير هتودي الميه فين؟ هشفطها بالمكنسه الكهرباء. شايفين الجمال؟ بتشفط كل حاجه. وغسلته بقى. بصوا النظافه كانت طالعه من الفيديو كده، النظافه كانت باينه، النظافه يا جماعه ريحتها طالعه. بصوا شلت التلج. بص حتى بتشفط التلج، كنت بكسر التلج كده بالخرطوم علشان اشفطه. بس برضو على قد ما بقدر كنت بلم اي حاجه، بواقي اكل بقى ومبشن لسه هغسل تاني هغسل تاني، استنوا بس. بصوا غسلت مره كمان، انا غسلت 3 مرات، وفي كل مره كنت بكب بتاع 3 لتر ميه. وما شاء الله ما شاء الله كانت بتشفطه كله. وهتشوفوا دلوقتي معايا الميه في المكنسه بعد ما خلصت خالص. بصوا ما شاء الله. لسه هغسل كمان مره عشان بصوا اللي انتوا شايفينه الاصفر ده، دي بقى ميه سخنه من السخان، ميه نار. بصوا بقى هعقم بيها بقى كده واشيل بيها البواقي اللي باقيه دي، بواقي مانجا من المانجا اللي انا كنت مخزناها، والطماطم، وبواقي عيش ملزقه كده وحاجه. بصوا مش هخلي حاجه خالص، نظافه بنظافه بقى. ميه تاني، هشطف بقى شطفه محترمه عشان دي اخر شطفه. بصوا الدرج الاستانلس ده ما عادش فيه اي حاجه لازقه خالص. بصوا بقى بوريكم الميه دول 3 لتر ميه. بصوا هما مش باينين عشان في القعر خالص كده. بصوا ما شاء الله المكنسه شفطتهم في ثواني، ولا بقى اودي الحمام ولا الدنيا تبوظ حواليا ولا اي حاجه. بالمكنسه وبشفط على طول. ما شاء الله المكنسه دي يا جماعه طلعت تحفه. انا كنت عامله عنها ريفيو ان هي بتكنس حلو، لا مش بتكنس حلو بس، لا بتنضف كمان. شفطت بقى الميه كلها. هنشف بقى هنا بالقماشه دي علشان ما يبقاش فيه نقطه ميه، ولو اي حاجه معايا متسخه كده همسحها برضو. شايفين النظافه؟ شامين ريحه النظافه؟ عايزه اقول لكم في الاخر خالص حطيت شويه ميه كده بتذكره فانيليا، خلت ريحه الديب فريزر جميل، ولا عاد في اي حاجه سودا ولا اي حاجه لازقه. ما شاء الله. بصوا النظافه يا ولاد بتتنفس، النظافه ليها ريحه. بصوا الجمال. الابيض ده زي ما قلت لكم ده ستيكر، انا مش عارفه هو صح انه يفضل ولا غلط، حد يقول لي ان انا المفروض اشيله ولا ما اشيلهوش. بصوا كمان السترس نضف لي كل حاجه سودا، ما عادش في اي حاجه. بصوا هنا كده جوزي ما كانش لسه جه، فهوريكم بقى المكنسه. بصوا الميه اللي في المكنسه شفطت كل الميه، الحاجه الكركبه دي اللي طالعه من الديب فريزر يا جماعه. بصوا هنا بقى هرجع الحاجه دي مكانها لحد جوزي ايه ما يجي. بصوا ده درج كان عندي بتاع تربو فحطيت فيه الحاجه. إيه هحط الحاجه دي بس لحد جوزي ما يجيب الحاجه. انا سايبه المكان اللي تحت ده فاضي. إيه هحط فيها بقى البط والحاجه اللي هو هيجيبها لي. دول بواقي بقى من الخزين، مانجا وجوافه وقشر برتقان، بعمل بيه كيكه وبسكوت وحاجات من دي للعيد. دي مانجا. إيه ما كنتش عارفه ان انا عندي مانجا. بصوا بقى جوزي هنا جه ادم بيحدف له بيرص لي البط والفراخ واللحمه والحاجه اللي هو جابها يعني. بسم الله ما شاء الله. بصوا شال السله وحط بقى الايه رص الحاجه اللي هو جايبها بمعرفته. انا كنت قاعده بس كده بقى قلت له خلاص انا فصلت. كانوا بيناولوا بعض. اوعى ده يا ولاد كده زي ما قلت لكم مميزات وعيوب الديب فريزر الصندوق. هو بياخد كميه كبيره جدا ما شاء الله، بياخد زي ما انت عايزه، فاهمين؟ بياخد كميه لكن مش بيبقى منظم. انا بقى بنظمه بطريقه كده هبقى اوريها لكم بعدين. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم على خير. مع السلامه.